السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة الكوسة القمر دي، كوسة بالبشاميل. عملناها مع بعض قبل كده بس قلنا نفتكرها مع بعض ونعملها تاني. خفيفة جدا بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. وصفة بسيطة جدا، عبارة عن كوسة الكمية اللي انت عايزاها، كيلو ونص اللي انت عايزاه بالشكل ده. تقطعيها بوربات كده. نقول الاول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دي اول حاجه، عندنا كوسه، وعندي هنا بصلتين متوسطين كده متقطعين قطع صغيره، وعندي توابل ملح فلفل اسود وكمون، ما فيهاش اي افتكاسات خالص. دي اول حاجه. هجيب الصينيه بتاعتي اللي هسوي فيها الكوسه. طبعا الكوسه متقشره ومغسوله كويس ومتقطعه التقطيعه اللي انت عايزاها، بس اهم حاجه ما تكونش رفيعه عشان ما تتهريش واحنا بنعملها. هضيف عليها البصل، مش لازم احمره في زيت ولا اي حاجه الاول، واقلب كده مع بعضه واضيف لهم التوابل بتاعتنا. طبعا في المرحله دي عايزه تضيفي اي ماده دهنيه اللي انت عايزاها. انا هنا هضيف شويه من الزيت، عايزه تضيفي زبده سمنه اللي انت عايزاه. انا بحب الاكل يبقى خفيف، شويه زيت صغيرين كده. وبعد كده هولع الصينيه دي، هولع عليها البوتاجاز من فوق على نار هاديه عشان الكوسه ما تتحرقش. وما بضيفلهاش اي ميه خالص يا جماعه، لان الكوسه عارفين ان هي بتنزل ميه، فمنها فيها هتستوي لوحديها. هغطي عليها كده وتستوي لوحديها بالبخار بتاعها. في طاسه تانية على النار حطيت فيها شويه زيت. انا هعمل الكوسه النهارده بالفراخ ان شاء الله. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جبت بصلايه صغيره وقطعتها كده قطع صغيره، وهشوحها تشويحه بسيطه كده على النار. انا بوريكم هنا ادي الكوسه اهي، بقلبها بس من وقت للتاني عشان ما تتحرقش بدون اي سوائل خالص. ادي هنا بصلايه بشوحها على النار، ويكون عندي فراخ او لحمه زي ما انت عايزه. مش هستنى لغايه لما البصله يتغير لونها، لا هتتبل بس. انا كان عندي الصدور من فراخ، قطعتها كده قطع صغيره وضفتها على البصلايه، وهقلب ده كله مع بعضه لغايه ما الفراخ تستوي بالشكل ده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشرفني باشتراكه، واللي ما داسش لايك يا ريت يدوس لايك. هقلب بقى الفراخ لغايه ما تستوي، وادي البهارات عندي بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. هحط ده كله على الفراخ واقلبها واسيبها بقى تستوي مع بعضيها. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ادي الكوسه اديها تقليبه كمان، واغطي عليها واسيبها. هحضر بقى البشاميل. انا عندي هنا كوبايتين من البشاميل، هضيف عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. انا هنا بحب البشاميل في الفتره الاخيره بعمله بدون اي مواد دهنيه، لا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، علشان يكون خفيف وبسيط كده على المعده. هضيف له بس شويه ملح ورشه صغيره من الفلفل الاسود. اهي، واقلب ده كله برضو على نار متوسطه كده لغايه. انا مش عايزه البشاميل يبقى تقيل معايا، لا انا عايزاه يبقى وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي ما انتوا شايفين كده. ودول كوبايتين من اللبن، يعني نص كيلو. شايفين القوام عامل ازاي؟ عامل زي المهلبية، اخف من المهلبية شوية بالشكل ده. هجهز بقى الطبق او الصينية اللي هعمل الكوسة فيها. هحط طبقة من تحت من البشاميل في قعر البايركس، واحاول اوزعها
علشان الكوسة ما تلزقش مني. واجيب نص الكوسة وافردها في قاع الطبق بتاعي او الصينية بتاعتي بالشكل ده. الكوسة ما بتاخدش وقت كتير على النار يا جماعة. انا النهارده ما ضفت لهاش توم، بس لو حابه اضيف لها فصين توم كده متقطعين بيخلي طعمها حلو برضو. ادي الكوسه حطيت نصها، وادي الفراخ هحطها عليها. عايزه ممكن تعمليها باللحمه ممكن برضو. هنزل الصوص كله بالشكل ده. بعد كده هجيب نص الكوسه التاني واحطه عليها. انا هنا رشيت رشه من البشاميل فوق الفراخ بتدي طعم حلو برضو. ادي الكوسه حطيتها اهو. الغدا ده بسيط برضو يا جماعه، جنبي شويه رز بشعريه، طبق صغير من السلطه، ووجبه غذائيه متكامله. الصيف عايز حاجات خفيفه ما فيهاش تسبيك ولا فيها اي حاجه. هنا بعد ما حطيت الكوسه حطيت كمان طبقه فوق الوش من البشاميل. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا عليها حطي، انا بصراحه ما حطيتش. انا حاسه ان هي كده ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه. هدخلها الفرن ويدوب تاخد وش بس تحت الشوايه وخلاص كل حاجه مستويه بالشكل ده. اي حاجه عندي على الطبق لا يا ريت هنضفها عشان ما تتحرقش مني جوه البوتاجاز. وادي شكلها بعد ما طلعت جميله وبسيطه جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وينال رضاكم باذن الله. غدا بسيط وجميل. اشوفكم في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.